الالوان الاكريليك مؤخرا كده بدا ينتشر ناس كتير جدا بتبيع الوان اكريليك، وانا هنا مش جاي اقول لك تشتري من مين بالظبط، لكن انا هنا جاي اقول لك ازاي تشتري الوان اكريليك. وعشان ما يضحكش عليك فانا جاي ادي لك شويه نصايح على السريع تعرفك اللون الاكريليك الكويس من اللون الاكريليك اللي مش كويس. اول حاجه لازم تبقى متوفره في اللون الاكريليك، لازم يبقى عنده كثافه كويسه. اللون ذات نفسه يبقى كثيف، يعني ما يبقاش عباره عن ميه محطوطه على شويه صبغه، عشان الموضوع ده هيتعبك وهيبوش لك كل حاجه وهيسيح لك الدنيا كلها في بعضها. تاني حاجة ودي مهمة جدا جدا، لازم تتأكد إن صبغة اللون ذات نفسها قوية، بمعنى إن أنت من أول سحبة للفرشة مع الكثافة الكويسة هيديلك صبغة قوية جدا، مش هتحتاج إنك تسحب مرة واثنين وثلاثة عشان تخلي اللون واضح، بدل ما أنت بتسحب ست سبع تمن مرات على الخط الواحد عشان ما تحسش إن اللون بهتان معاك. تالت حاجة ودي الأخيرة، لازم اللون الأكريليك يبقى فيه لمعة، ما ينفعش اللون بتاعك يبقى مط تماما الا لو انت شاريه اكريليك مط. الاكريليك لو ما فيهوش لمعه يبقى الاكريليك ده مش كويس. وطبعا انا مش عايزك تنسى ان الاكريليك ده انواع كتير جدا، يعني هتلاقي منها اصلا المط وهتلاقي منها اللامع وهتلاقي منها الميتاليك، في انواع تانية كتير قوي. المهم ان الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين في اللون بتاعك او هتتعب جامد قوي. ولو عندك اي سؤال يخص الالوان الاكريليك تحديدا اكتب لنا في الكومنتات او ابعت لنا رساله وهرد عليك على طول.